يا مساء الفل، تعالوا نحضر الغدا مع بعض. وهنعمل غدا النهارده حلو جدا، بعيد بقى عن الاكلات التيك اواي والاكلات السريعه. هنعمل النهارده اكل مصري صعيدي. وعايزاكم بقى هسألكم في حاجه تقولوا لي انا بعملها صح ولا غلط. انا المره دي اللي طالبه اتعلم منكم بتعملوها ازاي. يلا نبدأ بقى. فرمنا كده شويه من البصل كده حلوين، وجبت الحله بتاعتي حطيت فيها سمنه وزيت، وبعد كده نزلت ببصلايه مفرومه، يا مفرومه خشن شويه. وبعد كده اول ما اصفرت وبقى لونها حلو هنزل بالفريك. وده نص كيلو من الفريك، عايزه اقول لكم اتنقى كويس واتغسل واتنقع ساعه كامله في ميه سخنه علشان ما ياخدش مني تسويه. وبعد كده نزلت بمعلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره من بهارات الدجاج، ورشه جوز الطيب، وكمان حطيت لها سنه صغيره من الورق اللورا مفروم. وبعد كده اديته تقليبه. وانا بعشق جدا الزبيب مع الفريك، واللي عارفني انا بحط مع الفريك زبيب. الزبيب ده بنقعه في شويه ميه سخنه، وبعد كده احطه فوق الفريك واشوحه، وابدا احط الميه. والميه مقدارها تكون نفس سوى مقدار الفريك، ولا ازيد ولا اقل. اول ما هتغلي هنبدا نغطي عليها ونسيبها تستوي على نار هاديه زي الرز بالظبط. عندي بقى فرخه بلدي مغسوله ومتنضفه كويس قوي وسبتها تصفت. جبت كده نص بصلايه صغيره، حطيت عليها ربع معلقه ملح وربع معلقه فلفل اسود، وهبدا اقلبها كده. وبعد كده هبدا زي ما تقولوا اتبل الفرخه كده، علشان انا الفراخ اللي هسلقها بشيلها في الفريزر تكون متنضفه بس مش متبله. فانا لما بطلعها بديها بقى التتبيله بتاع البصلايه بالملح والفلفل. خلاص دخلنا الزور بتاعها كده لجوه عشان نقفل كويس. وعايزه اقول لكم الجلد من فوق الزياده ده بقفله بخله اسنان. وبعد كده عندي الفريك استوى، باخد حبه كده اللي انا هحشيهم في الفرخه وبسيبهم يبردوا شويه. وبعد كده بحشي الفرخه بتاعتي. انا هنا كنت مستعجله فقلت يلا خليها على الله ونتكل على الله ونحشيها. طبعا كمان احنا الجلد اللي فوق الصدر ده مفرغينه كده بالراحه خالص من غير الجلد ما يتقطع، ونبدا نحشيها ونملاها كويس قوي. خلاص مش لازم نملاها على الاخر علشان ما تفرقعش مننا واحنا بنسلقها. حشيتها تمام بالكميه انا شايفاها مناسبه، تمام كده مش عايزه اكتر من كده. وبعد كده عندي بقى القوانص والكبد، بحطهم من تحت كده بقفل بيهم الفرخه بتاعتي. وممكن تقطعوهم قطع وتسووهم مع الفريك يعني وتحشوا بيه الفرخه. كتفي بقى الفرخه بتاعتك دي، وعلى طول عندك بقى ميه تكون بتغلي، والميه قليله مش كتيره. والفرخه بتاعتنا بقت حاجه كده شبه الديك الرومي يعني كده. المهم ان انتوا تحطوا لايك وتكتبوا كومنت وتعرفوني رايكم ايه. المهم الفرخه عندنا جاهزه خالص ان هي تنزل في الميه المغليه. طبعا اهي الميه شايفين قليله ازاي، وربع الحله بس. بحط فيها ملح، فلفل اسود، ورق لورا، ومعلقه صغيره بهارات دجاج، وكمان نص بصلايه بما ان البصل غلي يعني، وكمان جزرايه صغيره قطعتها على 2، وكمان بشر جوز الطيب. وكده بقت الشوربه بتاعتنا تمام جاهزه. نحط الفرخه فيها على طول اول ما تغلي. شايفين الميه واصله فين؟ واصله لنص الفرخه مش مغطياها. وكمان غطا الحله بيكون موارب. اول ما الميه تغلي ببدا اشيل الريم كويس جدا. انا كل ده لسه ما وطيتش عليها النار عاديه جدا. شلنا الريم وبعد كده هنغطي عليها ونهدي على درجه حراره قليله قوي لحد الفرخه ما تستوي. بس الغطا بسيبه مهوي شويه، مش بقفله على الاخر. وبس تعالوا اقول لكم بقى ازاي انا بطلع الفرخه بتاعتي. انا عايزه اقول لكم ان انا قلبتها على بطنها. ليه؟ قبل ما بطلعها بديها بقلبها على بطنها عشان الصدر بس يبقى طري شويه. بصوا الشوربه تحفه. الفرخه ما بتاخدش في التسويه غير ساعه الا ربع بس. وطلعتها كده بالطبق وتمام. تعالوا بقى انا عايزه اسالكم بتعملوا الباميه ازاي. انا هقول لكم طريقتي وانتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات بتعملوها ازاي. اول حاجه كده لما اكون بعملها في حله على البوتاجاز بعملها بالطريقه دي، لكن لما بتكون طاجن اللي هي طريقه تانية. اولا بحمر بصلايه، اول ما تصفر تكون لونها ذهبي بنزل بثلاث او اربع فصوص من الثوم مفرومين ناعم بديهم تشويحه اشم ريحتهم. انزل ربع معلقه صغيره هريسه شطه. وبعد كده لو عندي صلصه طماطم اللي هي الجاهزه بحط معلقه، بس الوقت ده ما كانش عندي. المهم بعد كده نزلت بالطماطم اللي انا مسبكاها الجاهزه، وببدا كده اسيب الطماطم لحد ما تفك كده وتبقى الصلصه تقلت. ببدا اظبط بقى الملح والفلفل، وانزل بالباميه بتاعتي سواء انا جايباها مقطعاها او فروزن. زي انا بحب بسمه اللي هي اكسترا زيرو، دي تحفه. الاكسترا دي خطيره، كلها حجم واحد وبتكون صغيره.
المهم نزلت بيها، ظبطت ملح وفلفل، وممكن احط شويه كزبره. اهو حطيت الكزبره، هديها تقليبه كده الباميه مع الصلصه تاخد غلوه معاها. وبعد كده هنزل بشويه شوربه، والشوربه ما تكونش كتيره، قد نص لتر شوربه مثلا. الشوربه طبعا من شوربه الفراخ بالفريك اللي احنا عاملينها. خلاص. طب لو انا هعملها طاجن، انا بقى بعمل نفس الخطوات وبدخلها الفرن تستوي وتتسبك كويس قوي. وبعد ما خلاص ما تتسبك اطلعها واديها طشة التوم، سمنة بنص راس توم مفرومة، وعلى الوش الطاجن كده مع شوية الكزبرة وبس. فانتوا قولولي بقى في حاجة تانية بتعملوها بتدي للبامية تيست وطعم احلى من كده؟ لو في اكتبولي في الكومنتات وانا هشوف ارائكم كلها، عشان انا عايزة المرة دي ان استفيد منكم.